انت كبرت بعين كتير لما جيت وحكيت لنا شو اللي صار معك. هذه الآفة دمرت كتير من شبابنا في المجتمع، دمرت مجتمع كامل. القصة اللي صارت معك انك كنت خاطب وفسخت، في غيرك كان متجوز وعنده اولاد، حرم اولاده ومرته من الاكل والشرب عشان يقدر يوفر حق سيجارة حشيش، وظلم كتير في مجتمعه وفي اسرته، ودمر اسر. هذا الموضوع دمر كثير اسر. عشان هيك راح احولك للضابط حسام، وهو راح يقدر يساعدك ويتعامل معك، واذا انت بحاجه لكادر طبي يتعامل مع الادمان راح يقدروا يساعدوك. كمان راح نبلغ والدتك عشان هي تطمن عليك، وهي تقدر تساعدنا معك، واحنا اكيد جنبك لتخلص من هذا الموضوع. يعني ما راح تتركيني؟ ولك انت حبيبي كيف بدي اتركك؟ وانا بوعدك اني اساعدك تطلع من هذا الهم ووهم المخدرات. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك ابدا، والله انت اغلى حدا بحياتي. هاي جبت لك عماد يا بطيخة. منين جبته يا زلمه؟ رب صدفة خير من ألف عماد. دخلك على الحديقة إلا في واحد يا حبيبي قاعد حاطط رجل على رجل يقرأ في كتاب. قرب قرب، إيه عماد يقرأ في كتاب. إيه أبو العواميد شو بتعملون؟ والله بقرأ في كتاب، مشتقنا لك مش اشتقنا لك، تعال عنا مش تجي عنا، واتفقنا اليوم يجي عنا يشرب قهوة. والله بقى فاجأني الصراحة وما توقعتش إني أشوفه. هيك بتعمل فينا؟ والله ما كنت بدي أعمل، بس أنا كنت مقرر إني أبعد عن الشغلة. لا تكمل. انت مفكر انه انا وفؤاد زعلانين؟ بالعكس، احنا كثير مبسوطين لانه حسينا في اهميه التغيير. حتى أنا يعني شايف إنه في تغيير، وين الحشيش وين الدخان، بتشربوا قهوة والطاولة فاضية. يا سيدي الحمد لله، كنا وبطلنا. هذا كان زمان. كان زمان، كان بالماضي، بس احنا مبسوطين لك كثير. يعني انا دائما بحكي انه الخطوه اللي انت عملتها كثير مهمه لانها يعني بتلهمنا، مش هيك يا فؤاد؟ مش هيك يا بطيخة. وانا شايف انه بالفعل انت بحاجه، يعني او احنا بحاجه انه نستفيد من اللي انت عملته. عن جد؟ هو اسمع، بدك نصيحتي؟ طبعا. شو الموضوع؟ يعني ممكن يكون صعب أولا، بس اعتبر حالك صايم. أحكي لك أنا شو عملت. حكيت لفؤاد، حكيت له اني انا اخذت ورحت لبرنامج حكومي للتعافي من الادمان. ايوه، هذا البرنامج بيساعدك انك تترك الموضوع. جد؟ وفعلا بتترك الموضوع. حتى اني دخلت في الجامعه. ذكرني فيها يا فؤاد. ذكرني فيها. وبدرس واموري بخير، حتى مش شايف. بالفعل. انا شوف بدي احكي لك شيء يا عماد، انا بدي اشكرك، انت اثرت فينا. يعني انا من يوم ما انت اخذت قرار وانا بفكر لاي مدى انت اخذت قرار صحيح، مش هيك يا فؤاد؟ صحيح. حتى بالاماره فؤاد يومها حكى لي يعني انه تقطع في كلامك لما شافك، وبفكر كمان نفس التفكير اللي انا بفكره، مش هيك يا فؤاد؟ صحيح. والله بتمنى لكم كل خير، وانا بحبكم وبعزكم وبدي تكونوا احسن مني. بالعكس، انا اللي بدي اشكرك، لانه عن جد التغيير حلو ولا بد منه. المهم احكي لي كيف الجامعه؟ والله الجامعه بتجنن جد؟ حياه ثانيه، حياه ثانيه، بس حالك انسان. طب يعني مثلا كيف الطلاب؟ كيف انا تعرف طول عمري يعني ما دخلت هيك اماكن، اشرح لي اكثر، اشرح لي. الطلاب حلوين، الجامعه، جو الجامعه كثير حلو، وبحس انه لازم تجربوا الجامعه. طبعا لازم اجرب، اشرب قهوه، حتى لازم اكيد طبعا لازم نجرب الجامعه، ولازم انتوا سويتوا لي قهوه. ايه زي ما انت شايف كلنا بنشرب قهوه. وتغير جديد طبعا. هلا زمن اول حول، هلا كل شيء جديد عندنا. بس والله زين. صح الله يسلمها الايدين. هذا القهوه الاصليه، مش هيك يا فؤاد؟ هاي غلبتك يا حجة. لازم تغلبني يا ابني، ما كان وقتنا نلعب هذا اللعب نحن. احكي لك خليني اقوم اعمل لكم عشاء. لا خلص بديش تعملي لي عشاء، اذا بدك تقومي من جنبي بدي اروح ارجع على بطيخة.
شو بدك ببطيخة؟ احنا ما صدقنا وانت تتعافى من المخدرات، مالك ومال بطيخة انت؟ اي بمزح معك يما، بعدين بطيخة وشلته كله، حتى سمعة كلهم في السجن الحمد لله. احسن الحمد لله. الله يخلي لي اياك يا ابني. بتعرفي يما، لو ما الضبط انس والضبط حسام مركز الادمان اللي ودوني عليه، الله كان بيعلم في حالتي هلا. الحمد لله يا ابني. والله يا حبيبي لو بصير فيك اشي انت واخوك ابصر شو بصير لي، انا بموت من بعدكم. بعيد الشر يما، ما تحكيش هيك. لا خلص ربنا يا رب يا رب. هلا انا خلص بدي اشتغل واظبط اموري واظبط حالي، وبلكي دورت لي عروس الي وعروس لسلطان مشان تفرحي فينا وتشيلي همنا. هذا احلى خبر بسمعه ان شاء الله يا رب. امين يا رب. احكي لي شو مالك، شو حاسس؟ كثير جهبالة دخل، طول الليل ما عرفتش انام. انت حكيتي لي بدي اسهر معك وبدي اضل احكي معك على التلفون وللصبح، بالاخر تركتي لي ونمتي بدري يا صبري. انا نمت بدري، ضليت للساعة 3 الصبح وانا احكي معك على التلفون. بعدين كم من مرة فهمتك انا جنبك لحد ما تتعالج من الادمان. كثير تعبان، شو اسوي؟ امبارح مش نايم. بسيطة، خليك لحد ما تجيب اخرك من الناس وتنام. روح اعمل لك اشي مفيد، روح احضر فيلم، روح اقعد مع اهلك، روح الجيم. الجيم والله فكرة. شو بشوفك صاير تسوق شوي شوي، طبعا الواحد بتعلم من اغلاطه. ولا مهد اللعب؟ ما انت شفت شو صار اخر مرة. طبعا تنذكر ما تنعاد. وصاير توقف للناس كمان. طبعا ولا. والله اجواء. ايوه تروحش من هذيك الطريق الشؤم. لا انسى. اخر مرة رحناها صفينا في المستشفى. يلا خالتي يلا. احكي لي رايك. اقعد يا بطيخة يا زلمة، مخيط يا بطيخة. يا ابني لاني انا ذكي اخترت لك هذا المكان. الواحد بشغلتنا هاي لازم يضل يغير المكان طول الوقت. حطها في راسك. من عليك بطيخة يا مخ كده. سيبك من هذا الكلام، انت بتعرف ان انا عازمك على منسف؟ منسف؟ منسف وين المنسف؟ يلا قدامك. قدامك، ولك احلى منسف لعيونك. بطيخة؟ شو هذه بطيخة؟ صحتين وعافية. من عليك بطيخة يا مخ. دلل بس عشان تعرف ان انا مخ.
مين؟ افتح الشرطة افتح. أكلتوها بس حلو والله حلو. اهدى حقك علي والله بس حبيت أعمل خلاص سامر بطلت اخلف من الخوف. أحسن بدناش ناس زيك في الأرض. طول ندخن طول. شو وين جايبنا على مخيطات؟ هلا كل واحد بيسألني هذا السؤال. حكيت مخيطة، شو عجبك؟ تعال لف لنا سيجارتين. الصراحة عجبني هيك بتخيط منيح. لف لنا يا حب لف. هلا خلينا نحكي في الشغل. احكي يا معلم. الشاب اللي بعتنا يراقب حمود المعتز، شو صار فيه؟ شكله زلمتنا مسطول ولا عارف وين الله حط. خلص ابعتوا غيره. خلص روح ابعت واحد غيره. واقف بالوضع. شو جايب لنا؟ كفحة. شو هاد؟ الرجولة هذول تحفظوا عليهم. مواد يشتبه بها انها مخدرة، نتحفظ عليها كمان هاي. الحمد لله على سلامتك يما حبيبي، ان شاء الله تكون تعلمت من سجنك. الله يسلمك يما. طبعا تعلمت، والله تعلمت كثير شغلات في السجن يما. السلام عليك يا غالي. الله يسلمكم يا روس يا الغوالي. بتعرفوا شو اصعب شيء في السجن يا اصحابي يا روس؟ شو في السجن فيش نسوان من مرة. شو رجعنا لدوينك يا خالتي؟ شوفي ابنك شو بحكي. لا بمزح يما، اصلا انا تعلمت في السجن. بقول اشتقت لكم، بس اشتقت لكم يما. والله يبعدنا يما، خلص توبة بدنا نجوزك ابو السلاطين. تجوز انت الاول يا حمودة.